السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعضينا هنقدر نشوف ازاي نقدر نعمل منصة تعليمية خاصة بينا باللوجو الخاص بيك. نقدر نخصصها، نقدر نسميها الاسم اللي احنا عايزينه باللوجو اللي احنا عايزينه. نقدر نرفع عليها صورنا، نرفع عليها الكورسات بتاعتنا، وكمان نقدر نحمي الكورسات بتاعتنا من التسجيل أو التحميل على كل الشاشات من أول الكمبيوتر لغاية التليفونات المحمول، بحيث إن انت مفيش أي طالب يقدر يسرب المحتوى بتاعك أو يسجله بدون إذنك. كمان نقدر نشوف مع بعضينا ازاي نقدر نستقبل المدفوعات بتاعتنا من جوه مصر ومن بره مصر، كل ده من غير ما تدفع ولا جنيه وخلال 10 دقايق بالظبط. خلينا نبدأ مع بعضينا نشوف ازاي نقدر نعمل منصة كويسة وشكلها كويس مع بعض. الأولا لو انت دخلت على vclass.net هتلاقي هنا عندك كل الخطط بتاعتك، من أول 15,000 جنيه لغاية 60,000 جنيه، ومن الشهري من أول 750 جنيه. خلال الفيديو ده هسيب لك رابط تحت الفيديو في الديسكريبشن، من خلاله تقدر تاخد المنصة وتعمل الفيديوز بتاعتك وترفع عليها المحتوى بتاعك كله من غير ما تدفع ولا جنيه زي ما قلت لك في اول الفيديو. تمام. الرابط هيبقى اهو من خلال المنصة. ده هيخلينا ما ندفعش اي فلوس. يعني انا لو دخلت هنا على اي اشتراك، مثلا حاجة شبه كده، هتلاقي هنا في خطوة طريقة الدفع. هتلاقي هنا اللينك اللي بعته لك مفيش اي طريقة دفع، هتلاقيه فيه مجانا زي ما قلت لك 100%. طيب نبدأ من خلال اللينك اللي انا بعته لك او هسيبه لك تحت الفيديو. تقدر تكتب تخش على الصفحة دي، تقدر تكتب بياناتك. طيب هو عايز اسم الأول، اسم العائلة. الاسم الأول مثلا محمد، اسم العائلة أحمد، رضوان. ممكن تكتبه عربي أو إنجليش أي حاجة. البريد الإلكتروني ده البريد بتاعك ولازم يبقى شغال عشان هتستقبل عليه فيريفيكيشن كود إن أنت إن الإيميل ده شغال. فهكتب مثلا، خلينا نسجل بالإيميل ده مثلا. تمام. هيقول لي أنا عايز كلمة سر، خلينا أدخل أي كلمة سر، أي حاجة 6 حروف أو أكتر. تمام. هاتف المحمول رقمك، فأنا هكتب رقمي. تمام. لازم يكتب لك ان هو فاليد. طبعا هو مختار هنا مصر، فانت لو بتسجل من اي دولة تانية اختار الدولة بتاعتك من هنا. بعد كده اكتب الرقم بتاعك. الجنس ذكر. تمام. هنا احط اللوجو بتاعي. في لوجو هنا كده انا بحبه، خلينا اختاره لوجوز. تمام اهو. تمام. ده كده اخترت اللوجو بتاعي، كتبت بياناتي. لازم تدوس هنا ايام نوت روبوت. حلو. بعد كده ادوس الخطوة التالية. تمام. هو بيقول لك ان هو بعت لك كود تحقق في البريد الالكتروني بتاعك اللي انت كتبناه في اول خطوه. لو ما لقيتوش ممكن تشوف في الرسائل المزعجه او السبام. حلو. خليني كده اخش على الايميل بتاعي اهو. وصل لي هنا اهو. تمام. هاخد الكود بتاعي، كوبي، واحطه هنا، بيست على طول، وادوس الخطوه التاليه. تمام كده اتاكد. هيبعت لك كود على واتساب او اس ام اس، غالبا هيجي لك على الواتساب. فعشان كده قلت لك الرقم اللي هتسجله في الاول لازم يبقى رقم واتساب. تمام. هبعت لك رقم على الواتساب بتاعك. في برضو 5 أرقام، ولا 6 أرقام. فخليني أفتح الواتساب. تمام. أدي الكود وصل لي أهو. خلينا نحطه هنا كده عشان نكتبه. 1 1 4 6 8 8. هدوس خطوة تالية. كده قال لي اتأكد خلاص صح. اسم الموقع، اسم الموقع ده اسم المنصة بتاعتك. يعني هنا اسم المنصة فيزيكس ورك أوت. تمام. هنا اسمها فيزيكس وزمول. ممكن مثلا منصة تانية اسمها، خلينا نفهم. حلو. فانا هعمل منصة اسمها مثلا في كلاسز. طيب رابط الموقع بالانجليزي اللي هو هيبقى ويب سايت دوت في كلاس نت. بعد كده على طول ممكن تخلي الويب سايت ده باسمك على طول، يعني زي ما احنا عاملين هنا فيزيكس ويز مولا، او هنا مثلا فيزيكس ورك اوت دوت في كلاس نت. فيزيكس ورك اوت اصلا اوريدي شاري دومين خاص بيه، فاحنا ممكن يبقى فيزيكس ورك اوت دوت كوم على طول. تمام. طيب انا اول حاجه عشان اعمل ويب سايت لازم يبقى حاجه دوت في كلاس دوت نت، فانا هسميها برضو في كلاسز. يبقى في كلاسز دوت في كلاس دوت نت، او هعملها مثلا كورسز دوت في كلاس دوت نت. حلو. هدوس الخطوه التاليه. مش هيطلب منك اي وسيله دفع زي ما اتفقنا، وهيعمل لك السايت خلال دقيقه بالظبط. يعني خلال دقيقه
هيتبعت لك ايميل يقول لك الويب سايت بتاعك اتعمل. طيب خلينا نستنى، هو بيلود اهو فوق، نصبر عليه، ما اقعدش ادوس خطوه تاليه عشان ما يقعدش يعمل ايه مشاكل معايا. تمام كده قال لي خلاص تمام. ممكن اسيف عادي الايميل والباسورد بتوعي، ويقول لي فاضل الخطوه على منصتك. تمام، هيبعت لك رسائل التسجيل اللي انت هتسجل بيها على vclass.net، وهتقدر تخش على الويب سايت بتاعك من خلال الرابط ده. تمام، فانا دوست على الرابط ده كده، هتلاقيه فتح لي الايه، المنصه بتاعتي، فيها اعدادات ديفولت زي ما اتفقنا، هنقدر نخصصها كلنا او كلها سوا مع بعضين. فاكر اليوزر نيم والباسورد بتوعي، ممكن اخش هنا على طول، اكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعي، ادوس ايه تسجيل دخول. بس يفضل ان انت تستنى 5 دقايق يكون هو خلص كل السيت اب بتاعت الويب سايت بتاعك وتبدا على طول. ممكن نبدا دلوقتي عادي دخول. هيطلب منك ان انت تغير الباسورد بتاعك، انا هغير الباسورد بتاعي. ارسال. تمام كده الويب سايت او المنصه بتاعتي اشتغلت. هنقدر نظبطها سوا مع بعضينا. هنا بيقول لك دي بس الدليل البداية بتاعك، تقدر تقراه. آه، بس اهم حاجة في الشاشة دي كلها ان انت تدوس تم تنفيذ. حلو، ان انت قريت الخطوة دي. انت حاليا على اشتراك الشهر، احنا زي ما اتفقنا الاشتراك بتاعنا هيبقى مجاني. هقول لك التفاصيل كلها بعد ما نخلص. الاشتراك الشهري تقدر تقرا الرسالة دي. بص، الطريقة هنا عشان نشتغل، عشان نحمي كل الفيديوز بتاعتنا، في حاجة في تطبيق اسمه في ستادي. في ستادي ده الطالب بينزله عشان يقدر يحمي من خلاله المحتوى بتاعنا. فأنا الطالب قبل ما يخش يشتري الكورس بتاعي هيخش على courses.vclass.net، هيلاقي المحتوى بتاعنا. خلينا نمشي واحدة واحدة ونشوف مع بعضنا ازاي نعملها. بس دي الرسالة غالبا بنكتبها في أول محتوى في الكورس، أو ببعتها للطالب لما يجي يشتري مني. أقول له مثلا السلام عليكم طلاب مستر محمد رضوان بدر العاصم المصري، حط الرابط بتاعك هنا. تمام، فاقوله لو عايز تستخدم لابتوب او متصفح تدخل على اللينك ده، اللي هو اللينك ده بقى. حلو، وده فيديو بيشرح لك ازاي، ده فيديو فعلا احنا شارحين فيه الطالب ازاي يستخدم المنصه. دي رساله احنا عاملينها باي ديفولت تبعتها للطلبه بحيث ان الطالب يعرف يستخدم المنصه ازاي. طيب، وده فيديو شرح للمنصه. بس خلينا ماشيين مع بعضينا اشرح لك المنصه واحده واحده، في اقل ان شاء الله من ساعه تكون انت فاهم كل حاجه فيها. طيب، زي ما احنا واخدين بالنا في هنا تشات بوكس، تقدر تتواصل من الدعم من خلاله، هيرد عليك على طول خلال دقايق لو عندك اي مشكله او عندك اي استفسار. تمام. طيب، انا زي ما انت حضرتك شايف، لو دخلنا كده على الويب سايت بتاعنا هلاقي هنا مفيش لوجو بتاعي. هنا البيانات بتاعتي مش مفعله، مش كاتب لي اسم المنصه إيه، اسم منصه ايه ولا اي حاجه. فخلينا نظبط الكلام ده كله. اخش ادوس على الصوره بتاعتي هنا، ارجع لوحده التحكم، ادخل على اعدادات الموقع، بعد كده الضغط. هنزل على اسم المشروع، هكتب اسم المشروع بتاعي زي ما قلت لك. انا هسمي المشروع بتاعي مثلا فري كورسز. انا عايز اسميه كده، او ممكن اسميها منصة مستر محمد رضوان، او ممكن اسميها ديجيتال كورسز، الاسم اللي انا عايزه. وادوس على الشعار، هختار اللوجو بتاعي. طيب، احنا عندنا لوجو عادي واللوجو الابيض. اللوجو الابيض ده اللي هو بيظهر في الاماكن الداخل. يعني بص لوجو زي كده، انا عامله ابيض بحيث لو الكلام او السيكشن اسود يروح يظهر فيه اللوجو الابيض على طول. هنا الفيف ايكون دي اللي هي بتظهر فوق هنا، اللي هي شبه دي وشبه دي. فانا ادوس حفظ. عمل ابديت عليها وظبط لي اللوجوهات. اللوجو بتاعي ظهر هنا اهو. لو دخلت وعملت فتح في صفحه اخرى هلاقي اللوجو بتاعي، شفت هنا ظهر اللوجو الابيض عشان هنا سيكشن غامق. تمام، لو نزلت تحت برضه هلاقي اللوجو بتاعي ايه ظهر اهو. حلو، فانت ترفع اللوجو الخاص بيك. طيب، الكلام ده يتعدل من فين؟ طيب، انا كده كده واقف هنا في الضغط. انا ممكن اغير، عندي كذا تصميم ممكن اغير فيه. عندي هنا حوالي 5 تصميمات موجودين، في تصميمات هتترفع زياده. ممكن اختار اي تصميم انا عايزه وبناء عليه هيتغير في الصفحه الرئيسيه. حلو. طيب، خلينا في التصميم رقم 2 هنشتغل عليه وهنشوف. عشان اعدي السيكشن ده هعمل اخش على ايه، اخش على اعدادات واجهه المستخدم، بيانات الصفحه الرئيسيه. تمام، السيكشن ده عباره عن فيه عنوان رئيس الصفحه، فانا هكتب هنا ايه اللي هو
انا كنت مسميها في كورسز. تمام. مستقبل تعليمي افضل مثلا، افضل كورسات في الوطن العربي مثلا. تمام. هنا ده لينك برضو ممكن تحطه، يشغل هنا لينك على طول فيديو، فانا ممكن احط اي لينك يوتيوب. تمام. اهو مثلا حطيت اللينك ده كده. هنا الكلام اللي هيظهر هنا، فانا هسيبه زي ما هو. هنا برضو لو انا عايز احط سيكشن خاص بالمدرسين، لو انا عندي منصة اكتر من مدرس، فانا هختار احط اكتر من مدرس فيها تتعرض بره. هنا دي الارقام اللي بتظهر عندك هنا اهي. تمام. اقدر اعدل الارقام دي براحتي. هنا دي الصور اللي بتظهر لك، فصورة الانسان الآلي ده ممكن اشيلها واحط صورة خاصة بي انا لو انا عايز. فممكن احط اي صورة. مثلا احط صورة زي كده، وادوس تحديث، ارجع اعمل ريفرش هنا، الصورة بتاعتي اتغيرت. تمام. ولو دوست هنا تشغيل الفيديو هلاقي الفيديو ايه بتاعنا انا حطيته اشتغل على طول. ماشي. طيب احنا كده عملنا المنصة بتاعتنا. فاضل بس حاجة، ان انا احط الدورات بتاعتي. طيب عشان احط الدورات بتاعتي محتاج اخش على الدورات هنا، وبعد كده الدورات، واضيف دورة. طيب آه هي الميزة هنا اللي انت خلال 10 دقايق بالظبط، احنا اقل من 10 دقايق عملنا الدورة المنصة بتاعتنا، هنرفع عليها الكورسات بتاعتنا. بقى عندك حماية، وكل ده من غير ما تدفع ولا جنيه. حلو. طيب انت هنا البلان بتاعتك بتديك 10 جيجا، فممكن ال 10 جيجا دي سامحه لناس كويسه، وفي ناس بالنسبه لها ان لا 10 جيجا قليله. انا هقول لك على هاك دلوقتي حالا يخلي لك ال 10 جيجا دي unlimited جيجاز، بمعنى ان تقدر ترفع كل الفيديوز بتاعتك براحتك. حلو. فانا هاجي هنا هختار الفئه بتاعتي. الفئه دي يعتبر حاجه شبه، مثلا انا بدي كورسات ثانويه عامه، فدي مثلا هقول مثلا اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، فهكتب في الفئه هنا اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. الفئه الفرعيه هتبقى عندي مثلا ماده الاحياء، فهكتب هنا احياء. فاولى ثانوي احياء، ثانيه ثانوي احياء، ثالثه ثانوي احياء. طب انا بدي جامعات، كورسات جامعات، فهكتب انا لو بدي اكتر من جامعه ممكن اكتب هنا جامعه القاهره، جامعه حلوان، جامعه عين شمس. تمام. وبعد كده تحت الجامعات هكتب الماده او المواد او السنين الدراسيه اللي فيها. وبعد كده اجي في فئه الدورات اكتب المواد. طب انا بدي جامعه واحده، فانا مش محتاج اعرف الجامعه، فاجي هنا اكتب المواد اللي بديها، وتحت كل ماده الليفلز بتاعتها، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، او ممكن اعكس. فدي زي الشمسيه بتاعتك الامبريلا. تمام. او ده تري انت بتبنيه. فانا لو كتبت في اول واحده مثلا الليفلز، فهكتب ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. ليفل 1 بدي في ماده 1 2 3، ليفل 2 بدي 1 2 3، وهكذا. فانا اعتبر مثلا بدي كورسات، او كورسات في اي مجال. حلو. كورسات في المجال الهندسي، فانا هكتب مثلا هنا كورسات مثلا ايه عن التسويق. تمام. او كورسات التسويق. حلو. هدوس حفظ. عملت كورسات تسويق، هعمل فيها مثلا ايه كورس او اعلانات جوجل. فانا عملت كاتيجوري هحط فيه كل كل الكورسات اللي خاصه باعلانات جوجل. سي انا عامل كورس مثلا الاولاني ده للناس اللي لسه بتبدا بيجنر، وبعد كده كورس تاني للانترميديت او الناس اللي هي شويه عندها البيزكس بس عايزه تبقى ادفانس شويه، وكورس للناس الادفانسد. فانا عندي 3 كورسات في اعلانات جوجل. فهكتب اول كورس فيهم اللي هو بيجنر مثلا، اللي هو ايه كورس اعلانات جوجل للمبتدئين. تمام. طيب هنا هيقول لك مين المدرس دي، انا ممكن اكتب اسمي، او ممكن اضيف مدرس جديد، او اكتب بياناته هنا، وهو كده الانستراكتور ده اللي هيدي الكورس ده. ده لو انا عندي اكتر من حد بيدي كورسز على المنصه بتاعتي. تمام. انا كل ده لسه ما دفعتش ولا جنيه. طيب هنا الديسكريبشن اللي هكتبه في الكورس. طيب الديسكريبشن ده ممكن اجيبه من فين؟ ممكن اروح اجيبه من شات جي بي تي. يعني نستخدم الذكاء الاصطناعي معانا، هقول له اديني اكتب لي تفاصيل الكورس
ده شد طلاب الاشتراك. تمام. الراجل ما تأخرش عندك، فقبليه حبة ديسكريبشن كويسين. فانا مثلا هاخد لغاية هنا كده، اخش احطه هنا كده اهو، خلي بس ده الكلام ايه على يمين. تمام. انا مش محتاج اكتر من كده. كل السكشنز دي، كل دي حاجات ادفانسد ليها فيديوهات مشروحه ليها على اليوتيوب. خلينا انا دلوقتي عشان الخص عليك الموضوع، الكورس ده هتعمله فور فري ولا هتعمله بفلوس؟ اكيد ممكن لو عايز تعمله فور فري خلاص انت مش هتعمل اكتر حاجة. اي حاجه تانية هتدوس بس حفظ على طول. طيب لو هتعمله مدفوع، طيب هدوس على مدفوع، هكتب هنا السعر بتاعه مثلا 800 الف جنيه مثلا. تمام. طيب لو عايز اعمل عليه خصم فممكن اكتب هنا 900، فده السعر الاساسي وده السعر بعد الخصم. لو مش عايز اعمل خصم خلاص هكتب 1000 جنيه بس. حلو. طيب ايه بالحصه دي؟ بالحصه دي لو انا مدرس مثلا، فانا ببيع الكورس بتاعي بالحصه، فخلينا بالحصه، واكتب هنا سعر الحصه مثلا 75 جنيه او 100 جنيه. فمعنى كده اي كورس او اي حصه هعملها كل او اي سيشن هعملها كل كورس هنا هتبقى سعرها 100 جنيه. تمام. واقدر احدد سعر الحصه دي هيبقى كام بعد كده. يعني ممكن اخلي حصه مراجعه مثلا ب 200 جنيه عادي، بس هو باي ديفولت هيعمل لك الحصه ب 100 جنيه، عايز تعدلها انت عدلها عادي. تمام. فانا هخلي الكورس بتاعي مدفوع كله على بعضه، خليه مثلا سي ب 1000 جنيه. تمام. وبعد الخصم بقى مثلا 750 جنيه. حلو. طيب حدد متاح لجميع المستخدمين عشان يظهر بره على الصفحه الرئيسيه، ويبقى اي طالب يقدر يشوفه ويقدر يشتري الكورس ده. طيب ادوس حفظ، عمل لي الكورس. طيب احنا نسينا بس حاجه في الكورس هنخش نضيفها، اللي هي صوره الكورس ده. ادوس على الكورس بتاعي، الاسم بتاعه عشان اقدر اعمل عليه تعديل، وادوس على الدورة اول واحدة فوق، انزل تحت شوية الاقي هنا صورة الكورس. سي مثلا هحط اهو، وادوس ايه رفع. هنا اقدر احط فيديو يتحط في الكورس من بره خالص. هنحط مثلا سي الفيديو ده، اي فيديو من على اليوتيوب. يعني مثلا انا مش عارف الفيديو ده بتاع ايه، ده مش موجود، فانا هخش على اليوتيوب هنا عادي اهو. فانا هاجي مثلا هنا، ده الفيديو، هاجي اخد على الفيديو ده احطه هنا على طول. تمام. وبعد كده ادوس حفظ. كده انا عملت التعديل، رحت عملت ابديت لصورة الكورس بتاعي وحطيت فيه فيديو او الفيديو التسويقي بتاعي. طيب لو دخلت هدوس على اللينك هنا هيفتح لي اللينك اللي الطالب بيشوفه لما يشتري الكورس. هدوس على اللينك هنا اهو. لا كده هو دخل لي على المحتوى على طول. هدوس بس على لينك الكورس من فوق، ده الطالب اللي بيشوفه لما بيجي يشتري الكورس. طبعا عشان انا ادمن فهو بيقول لي ازاي ابعت الدورة على طول. لو الطالب داس هنا الادعاء بتاع الكورس، هنا الديسكريبشن بتاعنا اهو. تمام. الصفحة دي كلها بتتغير في أشكال حلوة جدا ممكن تغيرها، بس دي فيديوهات تانية مش هنشوفها دلوقتي. ممكن تشوف الفيديوهات اللي على القناة بحيث تعرف ازاي تتغير، أو تكلم بس الدعم هنا وهم هيقولولك. تمام. طيب أه... طب عايزين نرفع بقى المحتوى بتاع الكورس. احنا كده عملنا الكورس بتاعنا، عايزين نرفع المحتوى بتاعه. طيب قبل ما نرفع المحتوى بتاع الكورس عندنا في حاجات ممكن نحطها في الكورس. الكورس يشمل ايه؟ هيتعلم ايه الطالب؟ فالحاجات دي كلها بتظهر بره هنا بحيث ان يدي فيدباك للطالب ان هو يشتري كورس ليه، او يدي مثلا معلومات للطالب اكتر. طيب بعد كده نخش على الحصص. دي اهم حاجه عندي بقى. انا كده هبدا انزل المحتوى بتاعي. هدوس اضافه حصه عشان نعرف ازاي الحصه شغاله. خلينا نتكلم على محتوى الكورس بتاعي او الهيراركي او بناء الكورس بتاعي ماشي ازاي. عندي كورس، الكورس ده مبني على شابترز، وكل شابتر فيه كذا كلاس، وكل كلاس فيه كذا كونتنت. بمعنى عشان ما نصعبش الموضوع، عندي الكورس ده اللي هو كورس تعلم البرمجة او تعلم التسويق للمبتدئين. تمام. او اعلانات جوجل للمبتدئين. ده الكورس الكبير فيه كذا شابتر. هنتكلم على شابتر مثلا الاولاني ازاي تعمل جوجل سيرش، ان ازاي تكتب كلمات افتتاحية. فالشابتر ده هيبقى فيه كذا ليسون، كذا سيشن. تمام. كل سيشن من دول ممكن احط فيها محتويات
كتيره جدا، اقدر احط فيديو، احط PDF، احط كويز، فكل ده في قلب ليسون واحد بس. تمام. طيب احنا دلوقتي بنعمل ليسون، فالليسون ده محتاج له وحده دراسيه، فهندوس مثلا على اضافه وحده دراسيه، هنقول مثلا ايه، اضافه او تعلم كيفيه كتابه مثلا ايه، كلمات افتتاحيه، حفظ حفظ. اكتب الوحده الدراسيه بتاعتك او الشابتر بتاعك، يونت 1 يونت 2 يونت 3 لو انت شغال دراسي. حلو. العنوان هنا هكتب هنا اسم الحصه بقى اللي انا عايز اوصله للطالب، فهكتب مثلا ايه، الحصه الاولى. تمام. هنا في تفاصيل، لو انا مثلا ببيع بالليسون مثلا ولا حاجه، فالتفاصيل دي الطالب يشوفها قبل ما يشتري الكلاس بتاعي. غير كده كل دي اوبشنز انا مش هتطرق ليها، برضو مشروحه لوحدها. فانا اهم حاجه عندي هنا، لو انا عايز اشغل الحمايه، باي ديفولت الحمايه شغاله عندي. فلو انا الحصه دي عايزها الطالب يقدر يشوفها، او الليسون ده او الكورس او السيشن دي عايز الطالب يقدر يشوفها من غير ما يشتري الكورس بتاعي كحاجه دعائيه، بنزل تحت واحط معاينه مجانيه. تمام. طيب طالما هي معاينه مجانيه، فانا غالبا مش خايف عليها ان هي تتسرق ولا لا، خليها ويب سايت. طب ايه الفرق بين تشغيل الفيديو ويب سايت ولا ديسكتوب؟ ويب سايت ان الفيديو هيشتغل على طول على الويب سايت، مش هيبقى عليه حمايه، مش محتاج الطالب يروح ينزل الديسكتوب ابلكيشن بتاعنا عشان يشتغل عليه الفيديو. حلو. طيب لو خليتها ديسكتوب هيبقى ديفولت ديسكتوب، حتى لو ما اخترتش هيبقى ديسكتوب. تمام. عشان دي معموله من السيتنج بتاعه المنصه. طيب لو خليتها ديسكتوب معنى كده ان الطالب مجبر ان يحمل الديسكتوب ابلكيشن عشان يشوف الحصه المجانيه. فانا طالما انا عايز اعملها تسويق عشان الطالب ياخد اكشن اصلا ويشتري مني الحصه، فانا الافضل اخليها ويب سايت. تمام. طب ايه متاح عبره؟ متاح عبره دي انا ساعات في ناس تيجي تقول لك انا عايز PDF يشتغل على الموبايل المحمول بس، هو عايز كده، مش عايز يشتغل على الموقع خالص ولا على الديسكتوب ولا على الويب سايت حتى، فبيختار لي الهاتف المحمول. في ناس تانية بتقول لك انا عايز الطالب ما ينزلش موبايل محمول، انا عايز كل شغلي من على الموقع، فخلي الموقع باي ديفولت تبقى على الاثنين، يشتغل على الاثنين على طول. تمام. طب ايه الحصه المتطلبه؟ الحصه المتطلبه دي اللي انا اخلي الطالب ما يتفرجش على الحصه الثانيه غير لما يشوف الحصه الاولى، فاختار هنا الحصه المتطلبه. تمام. طيب هنا دي دريب كونتنت. بمعنى ايه دريب كونتنت؟ يظهر المحتوى بعد فتره من شراء الكورس. انا الكورس بتاعي 4 سيشن، وكل سيشن ساعه. انا مش عايز الطالب لما يشتري الكورس بتاعي يتفرج على 4 ساعات ورا بعض، لا انا عايزه كل يوم ينزل له، او كل اسبوع ينزل له سيشن واحده يتفرج عليها من وقت شرائه للكورس. فانا اجي هنا مثلا اكتب اسبوع واكتب واحد، فمعنى كده ان الحصه دي هتظهر له، انا الطالب اشترك كورس النهارده، بعد اسبوع الحصه دي هتظهر. حلو. فانا طبعا مش هعمل كده دلوقتي، انا عايز الحصه تظهر على طول. هنا لو في واجبات ولا حاجه ممكن افعلها، مفيش واجبات بقفلها عادي. الحاله دي enabled على طول، مش هعمل اي حاجه هنا، خلاص انا كده عملت السيتنجز بتاعتي. نوع الحصه لازم تبقى محتوى. حلو. في اختبار في استطلاع، دي خلينا نشوفها قدام. بس الاستطلاع ده اللي انا باخد استطلاع للطالب ان هو مثلا ايه رايك في الكورس وهكذا، وما يقدرش يعدي الاستطلاع ده او ما يقدرش يشوف المحاضرات اللي قدام غير لما يعمل الاستطلاع، ونبني الاستطلاع ازاي. الحاجات دي كلها ليها فيديوز متسجله عندنا. بس خلينا نختصر نوع المحتوى عشان اقدر انزل فيها فيديوز. اخش على محتوى الحصه، التابه التانية. زي ما اتفقنا، البلان اللي هي بي اس يو بتاخد مجانا 10 جيجا تخزين ترفع عليهم الفيديوز بتاعتك. طيب لو استخدمت المربع ده، انت كده بترفع على الكلاود الخاص بفي كلاسز، فده بيخلي لك الفيديو بتاعك اكتر من كواليتي زيه زي اليوتيوب، وبيحميهولك وكل حاجه تمام، بس هيديك 10 جيجا مجانا. حلو. طيب ايه الهاك اللي احنا ممكن نعملها ونفتح ال 10 جيجا دي نخليها 100 جيجا 200 جيجا 300 جيجا، نرفع كل الفيديوز بتاعتنا من غير ما يحسب علينا اي فلوس خالص او اي مساحه تخزين او اي باندويث؟ بكل بساطه هنزل تحت هنا، هدوس اضافه محتوى على طول، هاجي هنا في المحتوى اكتب فيديو، او اكتب اسم الفيديو، مثلا اكتب مثلا ده ايه، آه المقدمه. تمام. نوع الملف هنا اختار فيديو، هيقول لي حط لي لينك الفيديو بقى هنا على طول. بكل بساطه اروح على الشانل بتاعتي، اروح اعمل كرييت ابلود فيديو، ارفع اي ملف عادي على الشانل اليوتيوب. فانت تروح تعمل قناه يوتيوب، دي بتبقى مجانيه على اي فيديو على الانترنت. ازاي اعمل قناه يوتيوب وارفع عليها فيديوز؟ هيجيب لك ازاي تعمل كده، الموضوع سهل جدا وبسيط، مش محتاج ان أنا اشرحه هنا، وغالبا هيبقى عندك انت قناه اصلا.
لو مش عندك قناه اكتب لي تحت في الكومنتس وابعت لك لينك فيديو بيشرح الكلام ده. طيب دخلت على فيديوز، خلينا نخش على اي حاجه، اي فيديو خالص، وادوس سيلكت الفيديو اهو. طيب يا عم محمد، ما اي حد كده ممكن يعرف ان انا رافع على اليوتيوب، بعدها هتديني ثقه اقل، او ان انا ممكن يخش يجيب اللينك بتاع اليوتيوب ويتفرج عليه ويديله صعوبه. لا مش هيحصل كده. اول حاجه احنا عندنا نوعين من الفيديوز. نوع فيديو انا كده مش خايف ان هو يتسرق، ده الفيديو الدعائي بتاعي بتاع المنصه، او اللي بيشرح عن الدعائي يعني الكورس. فطول ما الطالب بيشوف الفيديوز دي، او كل ما نسبه المشاهدات زادت على الفيديو ده، هيجي لي طلبه عايز تشترك في الكورس. وفي فيديوز تانية، دي الفيديو اللي الطالب لازم يدفع فلوس عشان يشوفها، اذا كان حصه او كورس بقى، تمام. فالفيديوز التانية دي احنا هنشغل فيها الديسكتوب ابلكيشن، وهنشغل الموبايل ابلكيشن. فالموبايل والديسكتوب مش هيظهر علامه اليوتيوب، والطالب مش عارف ياخد اللينكات بتاعتها ومش هيشوفها خالص. فبالتالي الفيديو بتاعك محمي مليون في المية كأنه مرفوع على الكلاود الخاص بفي كلاس. دي الحاجات اللي بقولك عليها، اسمع مني جربها، هتعجبك جدا. الطالب هيقدر يغير الكواليتي عادي، الطالب هيقدر يسرع الفيديو ويبطئه كأنه بيتعامل فعليا على اليوتيوب، بس مش لاقي علامة اليوتيوب ومش عارف ياخد اللينك بتاع اليوتيوب، تمام. فانا هسمي الفيديو ده مثلا مقدمة اهو. بس هعمل حركة بقى عشان الفيديو ده ما ينزلش على القناة بتاعتي. هدوس على نيكست، اعمل يس مثلا فور كيدز، او ممكن اخليه نوت فور كيدز، اي حاجه يعني. نيكست نيكست. ايه الفيزيبيليتي هنا؟ اخليه انليستد او غير مدرج لو انت بالعربي. غير مدرج، ما خلوش بابليك فالناس كلها تشوفه، وما خلوش برايفت فمعنى كده حتى اللي معاه اللينك ده مش هيشوفه. اخليه انليستد. حلو. انليستد معناه ان الشخص لازم يبقى معاه اللينك عشان يشوف الفيديو. حلو. واحنا اتفقنا اللينك مش هيبان اصلا في الفيديو عندي، والطالب مش هيقدر ياخد اللينك ده في الفيديو بتاعك، امان مليون في المية. طالما انت مشغله على الديسكتوب ابلكيشن، او مشغله على الموبايل ابلكيشن. هاخد اللينك ده كوبي وادوس سيف، ارجع هنا على الكورس بتاعي، ادوس بيست هنا على طول. يعني نقفل بقى الصفحات دي ملهاش لازمه. حلو. واكتب هنا ال ال الفيديو ده كام دقيقه، مثلا هقول له 5 دقايق. حلو كده. انا عملت فيديو. ممكن اعمل فيديو تاني براحتي، ممكن اكتب مثلا الجزء التاني واختار فيديو تاني، واخد هنا انا عندي كده اوريدي كذا فيديو ملهوش يعني معمول له انليستد اهو. اخد اللينك، اجي هنا اعمل بيست كده، تمام. ممكن ارفع بي دي اف. فده اللي كنا بنتكلم عليه، ان الليسون الواحد فيه ايه؟ فيه اكتر من فيديو، واكتر من بي دي اف، واكتر من محتوى. ممكن احط فيه فيديو 2 3 بي دي اف، ممكن احط فيه اختبارات، ممكن احط فيه زوم ميتنج، ممكن اربطه الحصه الواحده فيها اكتر من كونتنت. فعدد المحتويات دي بتاعتك. فانا اكتب هنا مثلا واجب بي دي اف مثلا. بي دي اف اهو. عندي طريقتين عشان ارفع البي دي اف. ممكن احط لينك درايف، وممكن احط الملف من عندي. فانا اختار ان انا احط ملف من عندي اهو، تمام. بعد كده هدوس ارسال، تمام كده عشان اعمل الحصه. لو فاكرين اول ما دخلنا كان في رساله في دليل البدايه، اللي هي الشاشه اللي جت في الاول خالص، اللي هي دي. قلت لكم سيبوها شويه. الشاشه دي هنحتاجها، او الرساله دي هنحتاجها واحنا بنعمل الكورس بتاعنا، عشان الطالب يعرف ازاي يشتغل على الكورس بتاعنا. طيب ازاي الكلام ده، او ازاي نستخدمه؟ اول حصه اهي فيها 3 محتويات، اللي هو 2 فيديو 1 PDF. هدوس عليها تاني، عايز ازود عليهم بقى ملف تكست. بمعنى المحتويات برضو من ضمن المحتويات اللي عندي حاجه اسمها نص، هزود عليها كلام. طب الكلام ده عباره عن ايه؟ ازاي تشغل الكورس. حلو. فاجي في الكلام هنا، اخد الكلام ده كده كوبي، واجي هنا احط بيست، واجي اسلكت كل ده واحطه في النص، واقول له انا عايز الكلام ده بالعربي، تمام. واقول له مثلا السلام عليكم طلاب، ده مستر كذا، منصة فري كورسز. حلو، ده اسم المنصة بتاعتنا. فهنا بحدد له، بقول له بعرفه ان كل شخص ليه جهاز واحد موبايل وجهاز لابتوب. طب عدد الاجهزه دي بيتحدد من فين؟ بيتحدد من السيتنج، هنحددها دلوقتي، بس خليك ركز معايا هنا، تمام. لو عايز تستخدم اللابتوب او المتصفح ادخل على اللينك ده. طب اللينك ده اللي هو ايه؟ اللي هو رابط الويب سايت بتاعنا، اللي هو هاخده من فوق هنا اهو لغايه دوت نت، تمام اهو. حلو. طب انا عايزه لينك، هعلم عليه كده
واروح على هنا واحط اللينك تاني هنا اهو، يعني اخدت اللينك ده كده كوبي، ممكن اخده كده كوبي بس من غير الابوستروف ده، وادوس ايه عليه، اوكي خلاص بقى لينك تمام. وده فيديو بيشرح لك ازاي تخش على المنصه وتدخل كوبون لو انت شغال كوبونات او اشتري كورس. طب انت ممكن تعمل فيديو خاص بيك وتحطه بدل الفيديو ده عادي خالص. طب لو انت عايز تستخدم الموبايل، بقول له لازم تحمل فيه ستادي من هنا ومن هنا ومن هنا، اندرويد ايفون هواوي. طب في ستادي ده عباره عن ايه؟ في ستادي ده عباره عن تطبيق اول ما الطالب بينزله بيفتح له شاشه بيقول له دخل لي رقم المنصه. تمام. هيدخل رقم المنصه. طب رقم المنصه ده كام؟ رقم المنصه ده اللي هو عندك هنا، مثلا عندي هنا في الحاله بتاعتي 842. هحط هنا ايه؟ 842. حلو. فاول ما الطالب يشوف 842، اول ما ادخل الطالب 842 معلش، هيفتح له المنصه بتاعتك انت بس، فالطالب مش هيشوف اي حاجه، هيقفل الابلكيشن ويفتح تاني يدخله على المنصه بتاعتك على طول. فالطالب مش هيشوف اي حد او اي شغل تاني غير الشغل بتاعك انت. فيعتبر الابلكيشن في ستادي اول مره ينزله هيقول له دخل لي كود المنصه، اول ما دخل كود المنصه 842 بقى الابلكيشن ده بتاعك انت. حلو. الطالب بيقفله ويفتحه ويخش عليك على طول. تمام. طيب عندنا اوبشن كويس جدا بقى وهيساعدك جدا في شغلك، اللي هو الدعم الفني للطلب. طب لو الطالب عنده مشكله، مش عارف عايز يغير باسورد، عايز يغير الجهاز بتاعه، عنده مش عارف يشغل الديسكتوب ابلكيشن، مش عارف ينزل تطبيقات وهكذا، يكلم مين؟ عندنا رقم مخصص للكلام ده. الرقم ده او الرابط ده لما يخش عليه يبعت له الرابط ده او الرقم ده شغال من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 2 بالليل. تيم كامل شغال معاك. هيقول له الطالب يديني رقم المنصه، هيديله رقم المنصه، هيقول له مشكلتك ايه، هيقول له مشكلتي 1 2 3، هيخش يحلها له. كل ده من غير ما تدفع ولا جنيه. حلو. فاستفيد جدا من الرقم ده، هيشيل من عليك هيدك كبير ومشاكل كبيره بتحصل مع الطلبه، هتتحل على طول من غير ما الطالب يرجع لك. انت بقى ممكن تزود رقم تاني، رقم من الاستفسارات العلميه. فانت تقول له والله دي اسئله تقنيه بس، وعندك رقم تاني للاستفسارات العلميه الخاصه بالكورس بتاعك او بالمنهج بتاعك، ابعت لي على الرقم الفلاني. فساعتها يبعت لك على طول. تمام. بعد كده هدوس حفظ. انا كده بقى ضفت ايه، عدلت ضفت محتوى جديد وهدوس عليه حفظ. تمام. خلينا نعمل ريفرش كده واوريك حاجه غريبه كده حصلت. بص هنا في حاجه غريبه، انا المفروض ازاي تشغل الكورس ده يبقى اول حاجه عندي في الكورس خالص، ما ينفعش يبقى اخر واحد. فانا هسحبه كده بس واحطه في الاول بس كده. اعمل ريفرش بقى في الاول، عاد ترتيبه اهو. ده اول حاجه يشوفها الطالب. طيب احنا كده عملنا حصه مجانيه، الطالب يقدر يشوفها من غير ما يشتري الكورس بتاعنا ونقدر نكمل عادي. طيب احنا كده عملنا اول حصه اللي هي التجريبيه، خلينا نعمل حصه تانية نخليها مش تجريبي، لازم الطالب يشتري الكورس عشان يشوف، عشان نشوف ممكن ايه اللي يحصل فيها. هندوس اضيف حصه، هكتب هنا اسم الحصة، خليها مثلا الحصة التانية. مش هعدل أي حاجة تانية بقى خلاص. ممكن الحصة المتطلبة أخليها إن هو لازم يشوف الحصة الأولى. تمام. أخلي أخش على محتوى الحصة. تعال نجرب بقى نرفع كورس، أو نرفع بقى على الكلاود الخاص بالفي كلاسز بحيث نقارن الاتنين ببعض. أختار أي فيديو كده بسيط، هدوس أبلود. بص قال لي الفيديو هيتوح كمان 10 دقايق. أكتب اسم الفيديو هنا مثلا، خلينا نكتب مثلا آه، المقدمة أو الجزء الأول أي حاجة. هنا بقى اوتوماتيك عمل لي لينك الكورس. حلو. هسيبه زي ما هو. طيب انا يا محمد عندي الفيديوز بتاعتي كلها كنت شغال على جوجل درايف، كل الفيديوز بتاعتي على جوجل درايف. هل لازم اروح انزلها عندي على الجهاز واروح اعمل لها ابلود تاني على يوتيوب، او اروح اعملها ابلود تاني على المنصه؟ لا. لو هتعملها ابلود تاني على طول على المنصه، فاحنا سهلنا لك الموضوع كله. هتدوس اد مور هنا وهتدوس جوجل درايف. هو اوتوماتيك انا عامل لوجن، بس خليني اعمل لوج اوت وادوس اعمل ساين ان تاني عشان اوريكم حاجه مهمه جدا. هنا انا هخش مثلا بالاكونت ده. بص هيقول لي ايه، هيقول لي جوجل hasn't provided this app. الاب ده لسه مش معمول له فيريفيكيشن. كل اللي هتعمله لو جاب لك الشاشه دي، هتدوس ادفانسد وهتدوس ايه، كود في كلاسز دوت نت. تمام. طيب انا هخش باكونت بس يكون عليه ماتيريال، هخش بالاكونت ده. جاب لي نفس الرساله، هدوس ادفانسد وهدوس جو، هدوس كونتينيو. تمام. كده فتح لي، هيجيب لك كل حاجه على جوجل درايف. طيب خليني اختار اي ملف اي فيديو وادوس سيلكت. جاب لي ملف اهو، هدوس ابلود. طيب الفيديو ده مش هينزل على جهازك اطلاقا، مش هيستهلك النت بتاعك ولا اي حاجه. فانت ممكن تعمل كامل باقه. فلو الفيديو ده 2 3 جيجا هتلاقيه بيرفع بسرعه جدا ويترفع على طول على السيرفر.
فبينزله على طول، بياخد من جوجل درايف عندنا على السيرفر اوتوماتيك. حلو. هتلاقيه راح اعمل لك الفيديو التاني اهو، برضو هروح اسميه مثلا ايه، فيديو رقم 2 مثلا. حلو. وادوس ارسال. طيب انا بقى عايز اجيب هنا مثلا فيديو كنت رافعه في حته تانية او في كورس تاني. عندنا حاجه اسمها تضمين محتوى. هدوس على تضمين المحتوى، اختار الدوره، اختار الحصه اللي انا عايز اخدها منها، الحصه الاولى، واقول له والله ضمن لي معاك الفيديو ده، وادوس ارسال. ممكن اضمن اي حاجه، بس انا هضمن ايه، الفيديو ده. ادوس ارسال، وراح عمل لي ايه، الفيديو، راح جاب لي الفيديو التاني او الجزء التاني. فعندي 3 فيديوهات هنا في الحصه دي. ادوس ارسال، يبقى كده خلصت. حلو. طيب عايز اشوف المحتوى بتاعي، اخش على كورس اعلانات جوجل اهو، افتح في صفحه جديده، الاقي عندي فيه حصتين. الحصه الاولى ايه، الحصه التانيه. الاقي الحصه الاولى، بص، لو دوس على المقدمه هيفتح الفيديو على طول عندي هنا في الويب سايت، اقدر اشوفه واقدر اعمل كل حاجه واقدر اعمل سكرين ريكورد ليه. طيب ليه؟ عشان انا قايله الحصه دي اصلا شغاله على الويب سايت عادي. البي دي اف نفس النظام، اللي فتح البي دي اف عادي عندي اهو. حلو. اقدر مثلا ازوم، اقدر اكتب، هكذا. طيب الناحيه التانيه، حصه تانيه، لا حصه تانيه بيقول لك انت محتاج تحمل الديسكتوب ابلكيشن عشان تشغله. طب احمل الديسكتوب ابلكيشن ازاي؟ تدوس على الزرار الاحمر ده، هيحمل الديسكتوب ابلكيشن معاك. وهو ده اللي مشروع في الفيديو اللي موجود في الكلام هنا. لو دخلت على الفيديو ده هيفتح معاك على طول. تمام. هيحمل الفيديو معايا، اروح اشغله على طول. حلو. طيب يبقى احنا كده عملنا الحصه الاولى، الحصه الثانيه. طب الطالب بقى يا محمد هيسجل ازاي على المنصه اصلا؟ خلينا ناخدكم مع بعضينا جوله بقى ازاي الطالب يسجل. خليني افتح صفحه جديده من المتصفح الخفي هنا، نيو، اخش على لينك الكورس بتاعي، لينك المنصه بتاعتي اهو. طيب هنا كده انا فتحت كطالب جديد خالص. عندي حاجتين، انشئ حسابك وتسجيل دخول. انت تقدر تتحكم في كل حاجه، تقدر تقفل انشئ حسابك، ما يقدرش الطالب يسجل على المنصه، انت اللي تعمل الاكونت بنفسك. تقدر تعمل اكونت عن طريق شيت اكسل، عن طريق اللي ترفع، تحط الطلبه كلهم شيت اكسل وترفعهم مره واحده، تعمل لهم حساب. في كذا طريقه ترفع بيها الطلبه، فممكن تتواصل مع الدعم وهيقول لك برضه. حلو. خلينا احنا دلوقتي عايز اسجل دخول، هقول اكتب بريد الكتروني وكلمه مرور. طب انا ممكن اغير البريد الالكتروني دي اخليها تليفون محمول، يعني اخلي الطالب وهو بيسجل يسجل بتليفونه المحمول اصلا. حلو. طب انا ما عنديش حساب، عايز اعمل انشئ حساب، ادوس انشئ حساب، فاقول لي دخل لي الاسم بتاعك، بريد الكتروني، تليفون محمول، كلمه مرور، تاكيد كلمه مرور. طب هل في حقوق تانية ممكن تضيفها؟ اه ممكن تضيف حقوق كتيره جدا. ممكن تضيف ولي امره، ممكن تضيف السنه الدراسيه بتاعته، ممكن تضيف ارفع لك صوره الاي دي بتاعه. ممكن تخلي الطالب لما يسجل لازم تعمل ابروف عليه انت من نفسك بعد ما تراجع بياناته. ممكن تخلي ان الطالب عشان يسجل على المنصه بتاعتك يدفع فلوس اصلا، تقول له مثلا تدفع 10 جنيه، فلما يسجل يجي له علامه الدفع ان هو لازم يدفع 10 جنيه عشان يقدر يخش المنصه، عشان يسجل على المنصه اصلا بس. تمام. ففي دي اوبشنز كلها هتلاقيها عندك هنا في الضبط اهو، في الاثنين دول، في اعدادات الموقع واعدادات المستخدم. انا في اعدادات المستخدم هنا مثلا هقول له شغل لي رقم ولي الامر، وخلي ولي الامر كمان يقدر يسجل في المنصه. فهشغل الاثنين اوبشن دول. وهنا بيقول لي عندي التسجيل، خلي لي الايميل ورقم التليفون ظاهرين، يعني والطالب بيسجل بياناته. دوست حفظ، لو رجعت هنا تاني عملت ريفرش، الاقي الحاجات دي ظهرت على طول. رقم هاتف ولي الامر اهو، والطالب يقدر يسجل وولي الامر يقدر يسجل. طب انا هسجل كطالب. حلو. طب الناحيه التانيه، لو احنا خدنا بالنا في تسجيل دخول كنت بقول لك الطالب هيسجل بالبريد الالكتروني وكلمه مرور. طب لا يا محمد انا عايز الطالب يسجل برقم تليفونه. اجي هنا اعدادات الموقع، طريقه تسجيل الدخول بالموقع، خليه الهاتف المحمول، وادوس حفظ. اجي هنا اعمل ريفرش او ريلود، بقى تحول للرقم المحمول. يبقى الطالب لازم يسجل رقم التليفون. طب خلينا اسجل كده بالبيانات بتاعتي. تمام. هكتب الرقم السري بتاعي، واكتب رقم ولي امر مثلا 010 اي رقم، قال لي تو لونج رقم كبير، كده رقم مظبوط. انشئ حسابك. ممكن كمان تشغل ان يحصل فيريفيكيشن، يبعت له ايميل على الايميل بتاعه تتاكد ان الايميل صح، يبعت له رساله على واتساب يتاكد ان الرقم ده صح. كده عملت الاكونت بتاعي كطالب. تمام. اقدر اخش على اي كورس، اقدر اشتريه على طول، هيدخلني على وسيله الدفع. طيب يا محمد انا ما عنديش وسيله دفع،
ممكن تتواصل مع الدعم، هيبعتوا لك رقم حد يعمل اكونت في فواتيرك، او ممكن تشغل حاجه اسمها فواتيرك باي على طول او في كلاس باي عن طريق فواتيرك. طب هشغل دي ازاي؟ لو انت عندك وسائل دفع المتاحه على المنصه، خش على اعدادات الاي بي اي من ايه، من اعدادات الموقع، اعداد اي بي اي. عندك كذا طريقه. عندك اللي انت تشغل فواتيرك، تروح تشترك مع شركه فواتيرك وتشغلها. لو انت شغال في السعوديه عندك تاب، وعندك تمارا، عندك فوري، عندك مدفوعات بدون اتصال، اللي هو مثلا تحط رقم اتصال كاش والطالب يحول لك عليه، سي مثلا زي كده. حط الرقم ده اهو. تمام. قول له حفظ. اجي هنا كده الاقي الطالب ايه، ظهر له انه يقطع عن طريق فودافون كاش، هيقول له اتصل بكذا كذا تحويل اموال، حول على الرقم ده، وبعد كده ابعت الرقم ده، ابعت على الرقم ده رساله التحويل. فدي عمليه مانيوال انت اللي هتعملها. تمام، عشان تاكد للطالب ده ان هو دفع. او شغلت ايه، فودافون. طب لو عايز تشغل فواتيرك، اتواصل مع الدعم وقول لهم عايز تشغل فواتيرك، فالدعم يشغل لك فواتيرك. فواتيرك دي يقدر الطالب يدفع عن طريق فوري، فودافون كاش، اي وسيله دفع. تمام. تمام. عندهم اوبشن تاني هيشتغل اوتوماتيك، انت تقدر تشغل فواتيرك دي عن طريق حساب في كلاسز. الفي كلاسز حسابه هيوصل له الفلوس، وبعد كده تقدر توصل، يعني كل مرحله تسحب انت الفلوس بتاعتك من في كلاسز بقى. بس دي لغايه دلوقتي لسه مش شغاله. هتخش على خدمات دفع في كلاسز، هتلاقي في فواتيرك، هتشغلها، هيظهر عند الطالب هناك بقى ايه فواتيرك. بس دي لغايه دلوقتي مش شغاله، فاسال الدعم عليها وقت ما تشوف الفيديو يكون اشتغلت ولا حاجه. تمام. بس حاليا اللي هيحصل ان انت تروح تعمل حساب في فواتيرك، وهم هيربطوا لك حساب فواتيرك ده بحسابهم. حلو. العمليه ما بتاخدش اكتر من 48 ساعه، وتقدر تستقبل مدفوعات، تقدر تستقبل مدفوعات جوه مصر وبره مصر، ومش لازم شركه. تمام، يعني مش لازم تبقى معاك ورا شركه عشان تشغل فواتيرك. حلو. اتواصل مع الدعم بس من خلال اللينك اللي هنا ده. يعني خليني اوريكم اللينك ده فين. تمام. هتدوس بس تلاقي فيه ايقونه هنا عشان هي موجوده تحت صورتي، وهتدوس هنا كده تواصل مع الدعم، اكتب اللي انت عايزه، هتلاقي في حد بيرد عليك على طول. تمام. طيب خلينا هدفع عن طريق فودافون. انا دوست تاكيد دفع، قال لي هينتظر بس اللي انت رقم طلبك اهو، هننتظر انت تتاكد الدفع. طب انت بقى كمدرس هتاكد الطالب ده ازاي؟ الطالب بعت لك سكرين شوت وخلاص اتاكد، تخش على الطلبات. تمام. هنا من الطلبات عندك كل الاحصائيات بتاعتك، تقدر تفلتر باللي انت عايزه كله. بس عندك هنا طلب اهو معمول عن طريق حد اسمه محمد رضوان، اسم الكورس اهو، طريق فودافون كاش، ولسه مش مفعل. فانا هدوس مفعل اهو واقفل. لو عملت ريفرش هتلاقي الحاله دي اتغيرت، بقت مدفوع، واسمه مغير الحاله. انت الاكونت بتاعك انت اللي هو في كلاس نت الادمن، هو اللي غير ايه الحساب ده، عشان تعرف مين اللي غير الحاله، الطلب ده اللي مدفوع. طب لو رجعت عندي، هلاقي عندي ان في نوتيفيكيشن جات لي اهي، بيقول لي ان في تم اضافه كورس جديد. ولو دوست على الصوره هنا فوق ودوست على دوراتي، هلاقي الكورس الجديد ده. دوست رؤيه دوره اهي، هلاقي عندي حصتين. الحصه الاولى دي كده كده كنت ممكن اشوفها من غير ما اشتري الكورس عادي، معمول عليها علامه رؤيه اهي. تمام، ان هي مفتوحه. والكورس التاني بس عشان اتفرج عليه لازم يقول لي ايه، نزل المحتوى. بص هنا في علامه حمراء، علامه صح بالاحمر. اول ما تبقى بالاخضر معنى كده الطالب ده شاف الكورس بتاعه. ولو دخلت على اي محتوى مثلا تاني اهو، دوست تشغيل، لو عملت ريفريش خالص عادي، عادي التحميل. بص كل الحاجات اللي دخلت عليها هعمل لي علامة صح، وجاب لي هنا اللي خلصت 42% من الدورة بتاعتي. نفس الموضوع هنا عشان دخلت عليه فجاب لي علامة صح. تمام. لو انا مشغل الواجب المنزلي فانا مشغله، فالطالب يقدر يرفع الواجب واقدر اصححه له. ممكن اعمل اختبارات، لسه المنصة فيها كتير جدا ممكن تشوفه. إيه لو عايزين نشرح الاختبارات، انا مش عارف احنا وصلنا لغاية دلوقتي قد ايه، بس انا ممكن اشرحها وهنخليها في الاخر. تمام. آه، الاختبارات بكل سهوله بخش على الاختبارات عندي هنا. انا عندي بنك اسئله باي ديفولت، بدل ما بقول لك روح حط في بنك الاسئله الاسئله وبعد كده تعالى اختارها في الاختبارات، لا، انت تضيف الاختبار بتاعك عادي، ضيف فيه الاسئله اللي انت عايزها، وهي اوتوماتيك هتنزل لك مرتين، هتنزل في الاختبار بتاعك وهتنزل لك في بنك الاسئله برضه. تقدر تستخدم بنك الاسئله ده اللي انت تعمل اكتر من اختبار. تقدر تعيد بقى الاختبارات بتاعتك اكتر من مره. تمام. بيبقى في عندك تقارير كتير جدا. خلينا ناخد الاختبار كده في السريع، مش هناخد فيه 5 دقايق ان شاء الله. هنا انا الاختبار بتاعي على ايه، على كورس التسويق، في انهي حاجه، في اعلانات جوجل.
اقول له مثلا ولا في قسم ولا في دوره عندي. هنا التمبلت هخليه افتراضي زي ما هو. اقول له والله ده اختبار عن الحصه الثانيه مثلا. درجه السؤال قد ايه؟ درجه واحده. درجه النجاح من كام او النسبه من كام؟ خليها 50%. دي نسبه نجاح الطالب في الاختبار ده، وبناء عليها هتحدد ان الطالب يشوف المحتوى ولا لا. لو انا مخلي الاختبار ده اجباري، الحالة إن الاختبار يبقى شغال وأقدر أحطه على أكتر من كورس، يقدر الطالب هو الاختبار ده يعيد الاختبار أكتر من مرة، يعني يمتحن مرة ويحسن طيب درجته وهكذا. دخلنا على يقدر محتوى عادي. الحصه. ده مش اختبار، مش إكزام مثلا. زي ما اتفقنا البلان اللي استكمال هي بي الاختبار از بعد يو الخروج بتاخد إن الطالب مجان مثلا 10 لو جيجا تخزين الابلكيشن قفل ترفع عليهم عليه، لو الفيديوز الموقع بتاعتك. قفل عليه، نت اتقطع، لو لو رجع استخدمت تاني يكمل المربع الاختبار ده مطرح ما انت وقف، كده بترفع ولا يعيد من أول الاوتبوت الخاص وجديد. بفي تمام. كلاسز، فده في هنا بيخلي لك المدة الزمنية الفيديو أنا بتاعك نسيتها. اكتر من المدة الزمنية كواليتي مثلا زيه زي عدد دقايق اليوتيوب، الاختبار ده بالدقايق، وبيحموه ممكن لك أكتبه وكل أقول حاجه له تمام، لأ. بس ولو هيديك 10 12 جيجا 120 مجانا. فمعنى كده حلو. إن الاختبار ده مدته طيب ساعتين. ايه الهاك اللي احنا ممكن انهاء الاختبار نعملها في الموعد المحدد لو ونفتح ال شغال في 10 جيجا دي الاوبشن ده. نخليها 100 جيجا 200 وانا جيجا سي رابط 300 جيجا الاختبار نرفع ده كل الفيديوز حطه في بتاعتنا من حصه غير ما لوحده، يحسب علينا وقال اي لي الحصه دي فلوس هتشتغل من خالص او الساعه اي 10 مساحه بالليل لغايه تخزين الساعه او اي 12 بالليل. باندويث. فالاختبار ده مدته ساعتين. بكل هشتغل من بساطه 10 ل هنزل تحت 12. هنا هدوس اضافه ووقت محتوى على الاختبار طول. اصلا ساعتين. هيجي هنا في المحتوى اكتب فهل لو فيديو، الطالب داخل الساعه 11 او اكتب هديله اسم الفيديو مثلا، الساعتين اكتب مثلا ده ايه، فهيخلص الاختبار بتاعه الساعه واحدة، آه ولا عايزه يخلص 12 ستريكت المقدمه. فهديله الوقت تمام. الاختبار بتاعه ساعه؟ نوع الملف ايه اللي هنا اختار هيحدد فيديو. الاوبشن ده؟ ده لو انا مشغل انهاء الاختبار في الموعد المحدد، لو دخل الساعه 11 فهيديله ساعه واحده، مش هيديله الساعتين كاملين. لو قفله هيديله الساعتين، يعني الطالب لو داخل الساعه 12 الا دقيقه هيبقى معاه ساعتين كاملين يحل فيهم الاختبار. طيب طب ده هتأثر معاك في ايه؟ فلو انا قايل له ان يقدر الطالب يشوف النتيجه بتاعته، او يقدر يشوف الاجابات الصح والغلط بتاعته، فممكن الطلبه تغش من بعض، بحيث ان الدرجه الاجابات مش هتظهر غير بعد انتهاء الوقت اللي هي الساعه 12. ف 12 دقيقه الاجابات هتظهر مع الطلبه كلها. فلو انا دخلت 12 الا دقيقه وواحد صاحبي دخل قبليه، ممكن هو يشوف الاجابات تمام ويبقى ويغششني. فنخلي بالنا في الحته دي. تغيير ترتيب الاسئله، اني انا مختار هنا مثلا او عامل 50 سؤال، ترتيب الاسئله دول هيختلف عن طالب طالب. تمام. حل جميع الاسئله قبل انهاء الاختبار، ان الطالب لازم يحل كل الاسئله قبل ما يسبمت الاختبار، طول ما الوقت ده لسه ما خلصش. يقدر الطالب يشوف الاجابات السابقه بتاعته ولا لا، يعني يقدر يقدم ويرجع ورا. يقدر الطالب يعمل مارك على سؤال معين ويرجع له بعد كده ولا لا. تمام. اظهار الاجسام داخل الاختبار دي، لو انا مثلا شغال في مادة لغة عربية، فأنا عندي إيه؟ عندي مثلا بلاغة ونحو وتعبير وهكذا في قلب الاختبار بتاعي. هل هقسمهم له سيكشنز كده، وكل سيكشن ليه الاختبارات بتاعته، ليه الأسئلة بتاعته ولا لأ؟ لو عايز أقسمها له سيكشنز فهدوس إظهار الأقسام داخل الاختبار. حلو. طيب إظهار نتيجة الطالب، إن الطالب يشوف جاب كام من كام بعد الاختبار على طول. جاب مثلا 20 من 30. إظهار الإجابات بعد الاختبار، إن الطالب بقى يشوف الإجابات الصح والغلط بتاعته ولا لأ. يشوف مثلا ان هو غلط في 10 اجابات، فالصح بتاعهم ايه، والتفسير الاجابه دي ايه لو انا مدخل تفسير الاجابه دي. اظهار عند تجاوز النسبه، دي اوبشن ده حلو جدا لو انا مش عايز الطالب يحل اي حاجه ويروح يشوف الاجابات الصح والغلط ايه. فاقول له مثلا الطالب لازم يجيب 30%، اقل من 30% ما ظهروش الاجابات الصح والغلط. تمام. هنا طبعا لو انا عايز يبقى في منافسه بين الطلبه، هدوس تشغيل عدد الطلاب الاوائل واقول له مثلا اظهر لي اول 20 طالب. فلو في عندي 200 طالب امتحنوا، هجيب اول 20 طالب درجاتهم اعلى 20 طالب عندي، واقول له انت والله ترتيبك كذا من ضمن ال 200 دول. فاقول له انت ترتيبك بقى انت رقم مثلا 199 في ال 200 كلهم، بس اول اسم 20 طالب هيظهروا معايا. تمام. بعد كده هنا معلومات الاختبار، لو انا عايز احط له اي معادلات ولا اي حاجه يقدر يشوفها في اي وقت في الاختبار. يعني لو عندي قانون والقانون ده مسموح ان الطالب يخش فيه اصلا، يخش بيه يعني الاختبار، فاكتبه له هنا بحيث اسهل عليه وادوس حفظ. كده اخر حاجه ممكن نعملها، اللي احنا هنحط اسئله في الاختبار، وبعد كده نربط الاختبار ده بالكورس بتاعنا. هدوس على اضيف الاسئله، اضافه الاسئله، اعمل اضافه اسئله. ممكن ارفع اسئله من شيت اكسل، هنزل تمبلت جاهز واملاه كده، نرفعهم مع بعضينا. او عايز لانجوج سؤال عربي او انجليش، اسم question، تشوز A تشوز B تشوز C تشوز D تشوز E. ممكن انت الريكوارد عندك او الاساسي تشوز A وتشوز B. تمام. درجة السؤال ده قد ايه؟
احنا حطينا الدرجه جينيريك واحنا بنعمل الاختبار قلنا درجه واحده، بس ممكن اجي عند سؤال معين اقول له ده درجتين. طب انواع الاسئله عندنا ايه؟ عشان ارفع شيت اكسل هو ام سي كيو بس، تمام، واكتب الاجابه هنا، وممكن اكتب الكويشن انفو هنا، وبعد ما اخلص خالص بدوس سيلكت فايل، بختار الكويشن وادوس ايه، رفع الاسئله، هلاقي الاسئله بتاعتي ايه، اترفعت اهي. حلو. والناقص الام سي كيو. طب انا ممكن اعمل اسئله ايه؟ ممكن تعمل اسئله بقى براحتك، عندك اختيارات، عندك سؤال مقالي، عندك سؤال قطعه، وعندك سؤال اكمل. الاختيارات والقطعه والاكمل التلاته دول بتصححوا تلقائي، فانت مش محتاج تصححها. انت الاختيارات بتحط الاختيارات وتقول له الاجابه الصح ايه، القطعه بتكتب له القطعه وتكتب له تحتها الاختيارات بتاعت القطعه دي وتقول له الصح بتاعي ايه، والاكمل بتقدر تقول له الطالب المفروض يكتب ايه عشان يبقى صح. تقول له مثلا 1+1 يساوي كام، فتقول له الاجابه 2، فهو بيقارن الاجابه بدي بصح. طب المقالي، لا، المقالي ده انت محتاج انت تصححه بنفسك. فالطالب لو انت حاطط له 9 اسئله ام سي كيو او اختيارات وواحد مقالي، هيقول له والله انت درجتك في التسعه كام، ولسه في سؤال مقالي لسه هيتصح، لما يتصح هيبعت له نوتيفيكيشن ان الاجابه دي اتصححت والتوتال بقى الدرجه بتاعته كذا. تمام. طيب الاختيارات، بكل بساطه الاختيارات اكتب السؤال بتاعي هنا، او اقدر اخد سكرين شوت منه. ببساطه لو انا عندي معادلات وحاجات كتيره مش هينفع اكتب السؤال ذات نفسه وهيبقى شكلها بايخ، فانا بقصقص الاجابات بتاعتي. آه زي كده مثلا، خلينا نخش نشوفها هنا، او كويز اهو مثلا. تمام. واكتب هنا ايه، الف ب ج د، وانا مثلا من الانسر موديل اقول له الاجابه الف، وده عليه درجه سؤال واحد. لو عايز افصل له الاجابه بعد كده لما يخش يشوف التقرير بتاع الامتحان ده، اقدر افصل له الاجابه هنا وادوس حفظ. كده أنا عملت سؤال، وهكذا ممكن اعمل سؤال مقالي. طب السؤال المقالي ده ايه؟ بص يا باشا، انت اي نوع من الاسئله دي، قطعه، اكمل، لا قصدي معلش، سؤال الاختيارات او المقال او القطعه، ممكن نوع السؤال ذات نفسه ترفع له فيه صوره، فيديو، ملف صوت. بمعنى، طب الحاجه دي استفاد منها ايه؟ ترفع له فيديو تقول له مثلا انت شايف قدامك ايه، اسد او فيل. ترفع له صوت لو انت شغال بتاع لغات، فتقول له مثلا اكتب لي الجمله اللي قالها، او وريني الجمله اللي قالها، اختار الجمله اللي اتقالت. تمام. فتنفعك جدا لو انت شغال ايه، لانجوج كورسز، تنفعك جدا. ترفع له تبقى توري له صورة مثلا، وتكتب له تحتيها سؤال على الصورة دي، تقول له مثلا والله ده تجربة ايه، او ده مفاعل ايه، وهكذا. تمام. فخلينا نختار سؤال القطعة. السؤال القطعة بقى تقدر تعمل كده في قلب السؤال نفسه، ان السؤال الرئيسي نفسه يبقى صورة او قطعة او فيديو، واجابه الطالب ذات نفسه تقدر تختارها. يعني الطالب ممكن يجاوب عليك فيديو في قلب السؤال المقالي، ممكن يجرب عليه صوت، فتيجي تقول له مثلا، تكتب له جمله وتقول له انطقها لي، فينطقها لك، فيسجل ريكورد كده وينطقها في قلب الاختبار. حلو. فيبقى كده ده اختبار ايه، سمعي مثلا. تمام. او ان هو يتكلم، او يرسم لك معادله، او يحل لك حاجه بالخطوات ويصورها ويرفعها لك. فانا هنا بختار نوع اجابه الطالب نفسه، ان هو يبقى كتابي ولا فيديو ولا ملف صوت ولا صوره. حلو. وبرضه بقدر اعمل له تفسير الاجابه هنا، فاقول له مثلا هنا آه خليها مثلا صوره، واقول له ارسم لي الاهرامات، اي حاجه. تمام. واقول له ده عليها درجتين مثلا، وادوس حفظ، يتعامل السؤال. طبعا عندي اخر حاجه القطعه، نفس النظام. آه هكتب هنا القطعه بتاعتي. تمام. وهنا اقدر احط عليه اكتر من سؤال، كل سؤال اقول له الاجابه بتاعته ايه، والسؤال ده عليه درجه كام، السؤال التاني عليه مثلا درجتين، فيقول لي والله القطعه كلها عليها 3 درجات. حلو. عشان ما اطولش عليكم، عندنا اخر حاجه الاكمل، نفس النظام. اقول له مثلا 1+1 او يساوي. تمام. هقول له الاجابه المفروض تبقى 2. تمام. وادوس حفظ. لو قفلت كده بقى عندي كذا سؤال اهو. لو رحت على الاختبار بقى بتاعي، رجعت تاني على الاختبارات اهو، خدت رابط بدء الاختبار ورحت بدأت الاختبار بتاعي اهو. عندي 5 اسئله، جايب لي الاختبار ساعتين. اول سؤال،
تاني سؤال، تالت سؤال، ارسم الاهرامات فارفع له اي صورة. تمام. التالي 1+1=2. هنا بقى جايب لي ايه؟ كام في سؤال مش مجاوب عليه. لو رحت علمت على السؤال ده بعلامة ورجعت تاني، تمام، قال لي ان في سؤال مش مجاوب عليه اهو، مش معلمه بعلامة، وفي 3 مجاوب عليهم. رحت اخر السؤال ده شلت العلامة، رجعت تاني قال لي في 4 مجاوب عليه، ادوس انهاء الاختبار، ارسال. هجيب له التقرير بتاعي. عشان انا جايب 25% ما جابليش الاجابات بتاعتي. لو عملت محاولة تانية ورحت جبت الاجابات بتاعتي صح، خلينا نرفع كده اي حاجة. برضه 25% فما جابليش الاجابات بتاعتي. لو انا رحت دخلت عدلت الاختبار ذات نفسه، قلت له والله ظهر لي مثلا من اول 20% بس، رجعت تاني هنا ظهر لي الاجابات بتاعتي وايه الصح وايه الغلط. تمام. اجابه غلط، اجابه غلط. تمام. وقعدت قد ايه في كل سؤال. حلو. يبقى كده ببساطه انت معاك منصه كامله من غير ما تدفع ولا جنيه. طيب ايه التركه هنا بقى ولا ايه؟ انت تتحاسب ازاي؟ مفيش حاجه طبعا تبقى فور فري، بس انا شلت لك هيد الكبير من كنت تدفعه الاول. انت في ناس بتقعد تعمل منصه وعالم هيشتغل ولا مش هيشتغل. طيب انت دلوقتي يا باشا معاك منصتك، تقدر تبدا تسويقك، تقدر تبدا شغلك، شلت من عليك هيد كبير جدا. المنصه دي من اول 15000 جنيه بتتعمل، فانت مش هتدفع الفلوس دي كلها، ومش هتدفع حتى اشتراك شهري 750 جنيه وانت معاك ولا طالب. بالعكس، انت لو دخلت على الداشبورد بتاعتك بكل بساطه، خش على اشتراك المنصه هنا، اشتراك المنصه. تمام. هتلاقي المنصه بتاعتك اسمها بي اس يو جو، تدفع وانت شغال. طب هتدفع امتى؟ تدفع في حاله واحده بس، لو الطالب عمل اكونت عندك وراح اشترى منك ماتيريال. طيب بمعنى انا طالب عملت اعلان وجالي 100 واحد عملوا اكونتات، هدفع على كل واحد فلوس؟ لا، مش هتدفع ولا جنيه على الفلوس دي كلها، على الناس دي كلها. 0 جنيه، 0 سنت زي ما بيقولوا. تمام. تدفع امتى؟ لو من ال 100 دول 10 اشتروا، دفعوا لك فلوس بقى. تمام. واتحصل عندهم طلبات. حلو. فال 10 دول هتدفع على كل واحد 20 جنيه في الشهر. طيب يا محمد انا اشتغلت ودنيتي زيدت. لو دنيتك زيدت يا باشا، لا هتخش بقى غير اشتراك، اشتري باقه. هتلاقي معاك باقه من اول 750 جنيه، 50 طالب، فالطالب هتلاقي سعره بقى 15 جنيه بس. لو قعدت تزود في عدد مقاعد، هتلاقي الطالب بقى 10 جنيه، هتلاقي بعد كده الطالب بقى 8، هتلاقي بعد كده الطالب بقى 4. كل ما عدد طلابك زاد كل ما تعرفتك على الطالب قلت، وكل ما هتاخد وظايف اكتر. يعني انت دلوقتي ليك رقم واتساب بس، تقدر تربط المنصه دي بالواتساب وتبعت رسائل للطلبه عن طريق الواتساب اوتوماتيك. كل الحاجات دي مشروحه على المنصه. تمام. اكتب لي برضه لو عايز شروحات للحاجات دي، اكتب لي تحت في الكومنت وانا هنزلها لك ان شاء الله. فانت ليك هنا مثلا في البلان المجانيه 500 رساله كل شهر، ليك 10 جيجا تخزين. حلو. ليك 50 جيجا باندويتس، بس احنا قلنا هنرفع على اليوتيوب، فالحاجات دي كلها تبقى انليمتد، ما عندكش بقى ايه ليميت ليها، ترفع زي ما انت عايز. في ناس فعليا بتقعد ترفع 5 6 7 كورسات وهو كده ما استهلكش اي حاجه. حلو. فبالتوفيق ان شاء الله، واشترك، ولو محتاج اي حاجه اكتب لي على الكومنتس تحت وان شاء الله ارد عليكم، وبالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله.